أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الصوت الداخلي، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن خوفنا وهروبنا من صوتنا الحقيقي. في لحظة معينة كده بعد ما نبتدي نرجع نسمع نفسنا وصوتنا الحقيقي يطلع، أول رد فعل عندنا بيكون إن إحنا بنهرب، بنكمل يومنا بسرعة، بنشغل بالنا بأي حاجة، بنتظاهر إننا ما سمعناهوش. ليه؟ لأن الحقيقة ساعات بيكون تقيلة حتى لو منقذة، بس برضه بنخاف نسمعها، لأن الصوت الحقيقي مش بيجاملنا، مش بيقول الكلام اللي هيريحنا ولا اللي إحنا مستنيين إن إحنا نسمعه. لا، هو بيقول الحقيقة. ممكن يقولك العلاقة دي خلص دورها، الطريق ده مش بتاعك، الشخص ده بيوجعك، انت تستاهل اكتر من كده. والعقل بطبيعته بيخاف من المجهول، حتى لو المجهول ده ارحم بكتير من الواقع الحالي. يعني لما بنسمع صوتنا الحقيقي ممكن يعارض قرارات وحاجات كتير وطرق كتير احنا ماشيين فيها، فساعتها احنا بنخاف لان احنا ما نعرفش غير الطريق ده، حتى في وجود طرق بديلة متاح لينا ان احنا نمشي فيها. لكن برضو عقلنا بيفضل خايف ان الطريق ده برضو مجهول بالنسبة له، فبيفضل ماسك في طريق اللي هو عارفه حتى لو بيتأذي فيه. عشان كده دايما بنختار الوجع اللي احنا متعودين عليه على اننا نفكر ان احنا ناخد خطوة محتاجة شجاعة. فالهروب هنا بيحصل في صمت من غير اي قرار منك، انت بتعمله بشكل لا واعي. فهنا مش بيكون قرار مننا، أوقات بيكون مجرد إن أرجع للحاجة اللي عارفة إنها بتكسرني، أو ألهي نفسي في شغل أو في ناس. الهروب هنا بيبقى مريح بس تمنه كبير. فازاي بقى نوقف الهروب ده؟ أول خطوة إني بس أسمح للصوت يتقال، أسأله أنت جاي تقول لي إيه؟ مش لازم أخد خطوة أو قرار كبير في نفس اللحظة، كفاية إن أسمعه وما كذبوش. يعني لما صوتي ده يقول لي إن العلاقة دي غلط أو بتأذينا، أسمع الصوت ده، مش لازم أنهي العلاقة فورا، بس كفاية إن أنا أسمعه وما كذبوش، كفاية إن أنا أصدق اللي هو بيه. الخطوة تانية بعد إنك تسمعي وما تكذبيش، اسألي نفسك الصوت ده جاي من خوف ولا من حكمة؟ صوت الخوف هتلاقيه عصبي، هتلاقيه بيزعق، هتلاقيه مضغوط. أما صوت الحكمة هتلاقيه هادي. بعد ما تسألي وتتأكدي إن الصوت جاي من حكمة، اسألي نفسك تاني، أنا خايفة من الحقيقة ولا خايفة من التغيير؟ خايفة أواجه نفسي إن العلاقة دي بتأذيني فعلا، ولا أنا خايفة من المجهول بعد ما أسيب الشخص ده؟ في أغلب الأوقات هتلاقي التغيير هو اللي مرعب، التغيير هو اللي مخوفك. أوقات بنحتاج خطوة واحدة بس، وهي إنك تكتبي اللي قلتيه ده لنفسك، إنك تعترفي بمشاعرك، إنك تقولي لأ أو حتى كفاية. الخطوة الصغيرة دي بتبقى إعلان رسمي إنك سمعتي وفهمتي واحترمتي نفسك. الصوت الحقيقي مش جاي يهدم، هو جاي ينقذ، مش جاي يوجع، هو جاي يحررك من وجع أكبر. فاسمعيه واحتويه، لأن الحقيقة عمرها ما كانت ضدك، احنا اللي ساعات بنكون ضد نفسنا. فلما الصوت الحقيقي يجي اسمعيه، ما تهربيش منه. الحلقة الجاية هنتكلم على الجراءة على تغيير مع صوتك الحقيقي. أتمنى تشاركوني برأيكم وتشاركوني بتجربتكم وتشاركوا ده مع أصحابكم.